هاي، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مارو. يا ريت تعملوا لايك الفيديو ده، عايزين نوصل عدد كبير من اللايكات، وتدوسوا اشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا كمان زرار الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده هنعمل مع بعض الملوخية الجميلة دي، ملوخية صيامي هتاكلوها كأنكم بتاكلوا احلى ملوخية على احلى شوربة لحمة، بجد تحفة. تمام، عملناها بطريقة سهلة وحلوة، وعملنا كمان معاها شوية كشري أصفر كده، غدوة صيامي حلوة جدا وهتعجب كل اللي هياكلها. انا ليا طريقه في الملوخيه الصيامي بجد بتعجب كل اللي بياكلها، حلوه جدا وطعمها بيبقى لذيذ جدا، كانك عامله شوربه، كانك عامله ملوخيه خضراء على شوربه لحمه، بجد طعمها حلو جدا. بصوا، اول حاجه انا بجيب الحله اللي انا هعمل فيها الملوخيه، بحط حوالي معلقتين ونص 3 زيت. تمام. وبعد كده هجيب بصلايه مقطعه صغير خالص، او ممكن تفرموها في الكبه. بعد كده هنحط البصلايه في الحله ونفضل نشوح فيها شويه. انا مش عايزه البصلايه تحمر جامد معايا. تمام. ف هحط دلوقتي البصلايه، وهحط معاها كمان مكعب مرقه خضروات. ولو حابين تشوفوا برضو عندي على القناة طريقة ملوخية الفطار العادي. تمام، ملوخية فروزن، بطلعها كأنها زي الخضرة بالظبط اللي جايبينها من عند بتاع الخضار، بتطلع طعمها جميل برضو. بصوا، ده الكيس اللي بيجي مع الملوخية الفروزن. تمام، بيبقى فيه كيس كده. تمام، عبارة عن ايه؟ توم وكزبرة مع بعض. انا باخد نص الكيس ده، لو ما عندكوش خدوا انتوا حته شوية كزبرة. تمام، وشوحوها مع البصل. تمام، وخدت مكعب مرقة الخضار، انا بحب اشوحه كده في الزيت، بيطلع الاطعمة والروايح بتاعته، بيعلي الطعم جدا. خدته كده على الكلام ده وبرضه بشوحه. تمام، وهفضل اشوح فيهم. بعد كده حطيت الملوخية معاهم، برضه خدت تشويحة معاهم. بعد كده حطيت الشوربة بتاعتي اللي هي المية. تمام، لان انا كنت حاطة مكعب مرقة الخضار معايا. يبقى بنحط بصلاية. تمام، معاها مكعب مرقة الخضار. تمام، ومعاها شوية كزبرة ناشفة وبشوحهم. بعد كده بنزل بالملوخية، بتاخد تشويحة معاهم. بعد كده بكب المية عليها. ادي كل اللي عملته. تمام. بس بعد كده هجيب بقى ايه، طاسة كده فيها معلقتين زيت كبار، وهشوح التوم. شايفين فرق اللون بتاع التوم؟ التوم الابيض ده البلدي اللي احنا عملناه وفرزناه مع بعض السنة دي، والاخضر ده التوم الصيني. ده كل الفرق للون بينهم. بص، الملوخية لونها تحفة، ريحتها تحفة. تمام. هشوح التوم، ومش هضيف له اي حاجه لان احنا حطينا كزبره وبصل والكلام ده كله ومرقه، فمش هضيف حاجه للتوم خالص. انا هحمره وهطش بيه الملوخيه. حطيت لها بس شويه ملح. تمام، عشان ما كنتش ملحتها، بس ما زودتش لان احنا في تفريز التوم بنحط للتوم ملح كتير. وحطيت سنة كمون. الملوخية الصيامي بحب احط لها سنة كمون، جربوا كده هتحسوا بالفرق. وحطيت على التوم سنة شطة، دي اختياري، اللي حابب اوكي، مش اللي محدش حابب الشطة عادي جدا، حطيت سنة بسيطة. تمام، وابتديت اشوح كده التوم لحد ما يحمر معايا، وهطش الملوخية. وما تنسوش بقى وانتوا بتطشوا الملوخية كده تشهقوا اهم حاجة احنا كمصريات الشهقة. تمام. الاكل الصيامي، عايزه اقول لكم الملوخيه الصيامي انا بحبها اكتر من الفطاري، بجد حلوه جدا جدا جدا، لذيذه كده وليها طعم، وتحسوا فعلا انتوا مش بتاكلوا يعني حاجه صيامي خالص. التوم هنا احمر معايا. تمام، خد كده لون، بس انا بحب اقرص عليه شويه على حسب ما انت عايزه. تمام، بعد كده هطش الملوخيه. انا هطفي الملوخيه دلوقتي لان الملوخيه مينفعش تقلب معايا. تمام. نزلت كده. بصوا، شميت احلى ريحه، بجد تحفه تحفه، ريحتها جميله جدا ولذيذه. خدوا بقى شويه ملوخيه كده في الطاسه عشان ننزل شويه التوم دول. بس كده الملوخيه بتاعتي خلصت. تعالوا مع بعض بقى نعمل شويه كشري اصفر. تمام، حلوين برضو. انا بحب اكل يعني ملوخيه بعيش وجنبيها حاجه بالمعلقه كلها. تمام، كل واحد على حسب ما اتعود. تمام.
ده منظر الملوخية، شايفين لونها جميلة تحفة، ريحتها. كلنا طبعا معاه شوية بدنجان مخلل، والبدنجان المخلل ده لو حابين تشوفوا الطريقة بتاعته موجودة على القناة برضو، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ده في صندوق الوصف. والناس اللي مش عارفة توصل لصندوق الوصف، جنب عنوان الفيديو في سهم نزل لتحت، دوسوا عليه هيظهر لكم صندوق الوصف فيه كل اللينكات اللي انا بحطها. بحط لينكات الصفحات بتاعتي، واحط لكم لينك كمان البدنجان المخلل. يلا بينا مع بعض نعمل الكشري الاصفر. بجيب بصلايه بقطعها واحط معاها مكعب مرقه خضروات، تمام، وبشوحهم مع بعض لحد ما البصل يصفر شويه، تمام. وانا غاسله العدس، الرز والعدس بتوعي. ايه الكميات اللي بنعملها في الكشري الاصفر اللي هو الكشري الاسكندراني زي ما بيقولوا؟ بنعمل كوباية رز نص كوباية عدس، يعني نص الكمية. لو هتعملي كوبايتين رز يبقى كوباية عدس. هتعملي مثلا 3 كوبايات رز يبقى كوباية وربع، كوباية ونص عدس، تمام. كنت نقعهم شوية في المية، بعد كده بصفيهم من المية وهنزل بيهم، تمام، على البصل. اول ما يوصل للدرجة دي مش عايزين يخليه يحمر، هو يصفر بس كده، هنزل بالرز والعدس بتوعي، تمام. وهبتدي اقلب كده لحد ما يفلفل معايا. هفضل اقلب فيه لحد ما يفلفل معايا. وفي الوقت ده انا حطيت ميه في الكاتل تغلي. لازم الميه اللي هنحطها على الكشري ده يبقى مغليه علشان ما يعجنش معاكم. لو حطيتوا ميه بارده الكشري هيعجن معاكم. هنحط له ايه؟ هنحط له ملح، سنه شطه، سنه كمون، بس كده. وهبتدي اقلب. بعد كده هنزل بالمية المغلية بتاعتي. شايفين سهل ازاي؟ وعلى فكرة طعمه لذيذ، جربوه على ضمانتي هيعجبكم جدا جدا. في الفطار بناكل معاه بيض مدحرج. بس كده. اول ما يغلي تمام زي كده هروح موطيه على النار خالص واسيبه مع نفسه يهدى. تعالوا نقدمه مع بعض. ده الشكل النهائي، تحفة لذيذ جدا، مع شوية ملوخية مع شوية بدنجان كده مخلل، أحلى غدا صيامي وشوية سلطة. جربوا طريقة الملوخية وطريقة الكشري الأصفر ده هتعجبكم جدا جدا. غدا حلو وسهل وبسيط وتغيير. شكرا لكل حد بيتابعني، شكرا لكل حد بيكتب لي كومنت ويدوس لايك. شكرا جدا ليكم، واشوفكم ان شاء الله بكرة في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع ألف سلامة.